ونقوم نازلين بقى كده في كوبايه ايه. يا مساء الخير او صباح الخير اخواتي بقى. قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا ما تنسوش كده تصلوا على النبي. النهارده هعمل لكم كده قهوه فرنساوي بطعم الشوكولاته. تعالى اما اعلمكم كده على الطريقه السهله واوريكم بتتعمل ازاي. عندنا بقى بن فاتح تركي، بس فاتح. هناخد كده منه معلقتين وهننزل كده في الكنكه بتاعتنا. هننزل بالمعلقه التانيه. الكنكه ديت بقى كنكه نحاس مذهب، يعني ممكن نقدر نشتريها كده ونعملها على السبرتايه، بتدي طعم جميل قوي للقهوه، حاجه كده عظمه قوي. حطينا معلقتين بن من البن الفاتح التركي، وما نحط السكر لان احنا هننزل بالشوكولاته بتاعتنا عشان تبقى فرنساوي بالشوكولاته، يعني هننزل كده في معيار معلقه كبيره من الشوكولاته. تمام او كده. حطينا معلقه كبيره من الشوكولاته وهنقوم نازلين بقى كده باللبن. تمام او كده. وهنقوم رافعينها كده على الرماله اهو. طبعا في البيت عندنا مفيش رماله، فهنحطها على البوتاجاز تكون نار هاديه جدا. حاجه كده عظمه قوي. ولو في سبرتايه طبعا يعني يكون احسن، لان السبرتايه بتطلع القهوه بتاعتنا طعمها جميل، الطعم والريحه حاجه كده عظمه. وهكذا الرماله، يعني الرماله شغلها كله بيبقى قهاوي، فبتطلع القهوه بمنتهى الدقه، يعني بتطلعها تحفه، يعني بتكون مستويه وجميله. بس اهم حاجه حتى لو هنعمل القهوه بتاعتنا من غير لبن نعملها على ميه بارده. وطبعا اللبن اللي انا حطيته لبن ساقع جدا علشان يسوي معانا القهوه بتاعتنا. نفضل نقلب كده على الرماله اهو على النار، يعني في البيت. قهوه فرنساوي شوكولاته. هي خلاص قربت تطلع اهي. طبعا بقى ما وصفلكوش الطعم الجميل في القهوه الفرنساوي اللي بالشوكولاته. عامه انا بحبها برضو، وبتطلب مني برضو كل شويه. هي كده تمام خالص. ونقوم نازلين بقى كده في كوبايه اهي اهو زي ما انتوا شايفين. ونقوم رشين بقى كده من فوق الوش شويه كاكاو او صوص شوكولاته اهو، يعني حاجه كده. طبعا صوص الشوكولاته هينزل مش مشكله خالص. حاجه كده عظمه قوي زي ما انتوا شايفين. يا ريت نعملها كده في البيت بالظبط، هيدينا كده طبعا طعم جميل قوي. ما تنسوش بقى كده تعملوا شير، وما تبخلوش علينا بقى باللايك وبس. خلاص.